مين هم اللي أغضبوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا أقسم إن هو هيعاقبهم؟ قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآية دي نزلت في اليهود والمنافقين بتوع المدينة. طب ليه هم كانوا بيعملوا إيه عشان ينزل فيهم الكلام الكبير ده؟ فلو بصينا للآية اللي قبل منها قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. خد بالك إن ده قسم من رب العزة سبحانه وتعالى، لئن لم ينتهي، ولا يقسم الحق إلا على شيء عظيم. طب هو ربنا سبحانه وتعالى لازم يقسم عشان نصدق؟ طبعا لا، لكن ده يدي لك إحساس رهبة إن اللي جاي وراها شيء كبير. لذلك لما كان أحد العارفين بالله لما كان يسمع قسم في القرآن الكريم كان يترعش وكان يقول لك: من أغضب الكريم حتى ألجأه أن يحلف. ليه تغضبوه لحد ما تخلوه يحلف؟ لئن لم ينتهي المنافقون. المنافق ده المؤمن بلسانه الكافر بقلبه والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة وغيره: الذين في قلوبهم مرض هم الزناه والعياذ بالله والمرجفون في المدينة. الإرجاف اللي هي الهزة الشديدة أو الاضطراب الشديد. كانوا أول ما بيشوفوا الإسلام بدأ يقوى كده ويشتد يقوموا يعملوا فيه هزة، يقوموا يعملوا هزة في قلوب المسلمين أو المؤمنين، ينشروا الشائعات والأخبار الكاذبة. كان يقول لك: شوف القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية اجتمعوا عشان يحاصروا محمد والمدينة، عشان لو في حد لسه حديث عهد بالإسلام، لسه مسلم جديد يعني، أو واحد إيمانه كده مش قوي، يقوم يراجع نفسه وثقته في الدين تتهز. أو يجي يقول لك: فلان ده ارتد، أو فلان ده لما أهله عرفوا إن هو أسلم عذبوه عذاب شديد. أي كلام بيتقال يمشي بالفتنة ليصرف أهل الحق عن حقهم. شوف كذابين من إمتى؟ من 1400 سنة. الله سبحانه وتعالى بيقول لك: كذابين، منافقين، أساتذة في إشاعة الفتن والكذب وتمثيل أدوار الضحية. فده وعيد من ربنا سبحانه وتعالى وقسم إن لو ما كانوش الجماعة المقرفين دول ينتهوا ويرجعوا للحق لنغرينك بهم. والخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنسلطك عليهم وهنقول لك عليهم بالاسم بدل ما بنستر عليهم، وهنخليك عارفهم واحد واحد بالاسم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.